سلام، اجي نشوفوا معايا مراحل كيفاش كنصيفطوا القفطان المغربي للجزائر. اولا كيخصنا نصوبوا واحد الصفحه في الفيسبوك تكون سميتها بايع القفطان المغربي الاصيل بالتقسيط. ثانيا كنشدوا هذه الصفحه وكنحطوا فيها القواطن ديالنا، وضروري من التحفيزات بحال مثلا ثمن القفطان المغربي ما كيفوتش 50 درهم، وانه مسموح لهم ما يخلصونا حتى يوصلهم القفطان للجزائر. ثالثا كنشدوا هذا المنشور وكنديروا ليه ترويج 200 درهم، وكنديروا في الاعدادات ان هذا المنشور بغينا يطلع غير في الجزائر، والفئه المستهدفه يكونوا هما البنات، ومن بعد كنتسناو واحد شويه. ايوا وسيادنا ملي دازت واحد السيمانه تقريبا كيجيونا 8 ديال الميساج من عند الجزائريات باغيين يشريو من عندنا القفطان المغربي الحر والقصير غير ب 50 درهم. لا 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 مسكين. ايوا خديت من عندهم العنوان ديالهم باش نعرف فين نصيفطوا الامانه ديالهم، وحيت حنا المغاربه كرامه داك الشيء هو نيت اللي درت. صيفط لهم واحد القفطان المغربي 100% مخدوم بالطرز الكاسي والسفيفه السلاويه. كنضحك معكم، مشيت شريت واحد 8 ديال الكرات النساء وخرجت على شي تصويرات انا مقلد فيهم، وحتى التصويرات ديال داك الاخا اللي كيلبسوه باش نيت يعرفوا لباسهم الحقيقي شنو هو. المهم في الاخر استفدت داكشي كله في الكراتن، وهزيت الكراتن وديتهم لشريعه المقاومه. فين كاين مقر شركه ارامكس، هي الشركه الوحيده اللي لقيتها حاليا كتصيفط السلعه للجزائر بسبب المشاكل السياسيه. المهم راكم عارفين اش كاين، المهم كلشي ناضي هو هذاك. ايوا من بعد سنيت واحد جوج سيمانات على ما توصلهم الامانه، ودخلت الميسنجر نشوف رد الفعل ديال العطروشات كيفاش تكون، وكيف ما توقعت ظني ما خارج. سبحان الله كلهم مسدين بمغرفه وحده، كيف جالهم كيف نساهم، الهضرات ديالهم كلها تحت السلطه، وحده فيهم راه مجوجه. غاشمت نخدم لكم الاوديوات ديالها تسمعوا اش كتقول هي وراجلها كيسبوا فيا وهما ما خاسرين حتى ريال ما نجيبهم، وقال لك باغيين يشريو قفطان مغربي فاسي حر اصيل ب 50 درهم، وهادشي راه خلصوني بعدا. وكنت قلت لشي مغربيه واش تشري عندي واحد القفطان مغربي حر اصيل ب 50 درهم، تتبلوكيني في البلاصه حيت تعرفني اني غير واحد النصاب مني ما